11 راجل في الملعب. أهلاوي. مش عارف والله العظيم، يعني نعمل ايه والله. يعني شفت الجمال والحلاوة والروح اللي موجودة في كأس العالم، والعرب بسم الله ما شاء الله اللي مشرفين العرب كلها، سواء المنتخب السعودي او المنتخب المغربي او المنتخب التونسي. فانت بسم الله ما شاء الله بتشوف اجواء جميلة جدا في كأس العالم، وبتشوف مباريات جميلة. وقطر فعلا اللي بالاشاده لازم نشهد للدوله انها منظمه فعلا كاس عالم كبير وكاس عالم روعه، ومنظمين البطوله على اعلى مستوى. فانت طبعا حضرتك كاهلاوي بقى في وسط الاجواء دي كلها وكاس العالم والناس اللي رايحه والمنتخبات العربيه طبعا اللي مشرفه مصر والدول العربيه. فانت طبعا مستني بقى بعد ده كل ده بقى التخاذل من النادي الاهلي النهارده اللي فوجئنا. النادي الاهلي اللي خذلنا النهارده، اللي فعلا رجعته يعني احنا كاهلاويه بنتمنى رجعته، ولكن رجعته النهارده دي في كاس مصر مع المقاولين العرب ما ظهرش بالشكل الحلو فعلا اللي احنا كنا مستنظرينه من النادي الاهلي، لدرجة ان النادي الاهلي بيوصل ل 90 دقيقة بيتعادل، وغير كده بيخش في الاكسترا تايم وبيصعب المهمة على نفسه. ده خليني اقول لك يعني ليه النادي الاهلي رجع بالطريقة دي، مع ان احنا شفناه اول ماتشين في الدوري مع الاسماعيلي، والماتش التاني كان مع الداخلية. كان النادي الاهلي ظهر بشكل حلو وباين فعلا الحماس بتاعه، وراجع فعلا رجعة مشرقة وممتعة لكل عاشقي النادي الاهلي. وفجأة النهاردة بتشوف النادي الاهلي غير اللي انت متعود عليه، وفعلا انت بتلعب المقاولون العرب. يعني ده سؤال برضو خليني يعني يكون موجود معانا، ان انت بتلعب يعني فريق المقاولون العرب. يعني ممكن نقول يعني فريق المقاولين العرب مش اللي هو الفريق اللي يقدر يخض النادي الاهلي بالطريقه دي، ولكن شابوه النادي الاهلي النادي المقاولين العرب سوري، انه فعلا قدر يجاري النادي الاهلي ويوصل للي هو عايزه ويتعادل في دقايق. يعني انا خليني اقول لك ان الموضوع بتاع التعادل ده الخصم مع النادي الاهلي اللي احنا كنا بنشوفه الموسم اللي فات وبل الموسم اللي كان قبله، ان النادي الاهلي بيجيب جون، واحنا طبعا بنبقى مستنيين الخصم انه قدامك يتعادل والكلام ده كله. الموضوع ده افتقدناه لنا فتره، ويعني ورجعنا له تاني. يعني احنا شكلنا رجعنا للموضوع ده تاني، ان النادي الاهلي بيجيب جون وبيستنى ان الخصم يتعادل معاه عشان يجيب في جون تاني، والموضوع بقى يعني مرعب، وبقى يعني مش حلو وبقى مش لطيف زي الاول. وفعلا نادي المقاولين العرب بيتعادل وبيصعب المهمه على النادي الاهلي، في وسط ان النادي الاهلي برضو يعني اللعيبه برضو مش فاهم، هي مش حاضره. يعني انا خليني اقول لك ان اللعيبه مش موجوده النهارده في الملعب، تحس ان اللعيبه تايهه، وهو ده اللي وصلك للاكسترا تايم وخلاك تلعب ربع وربع. ولولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى النهارده ان انت رحت ضربات جزاء، وفعلا ربنا كان واقف معاك في ضربات الجزاء، كنت وارد انك تطلع من البطوله وتودع البطوله. ايه المانع يعني؟ مع ان انت لو بصيت يعني هي المباراه سهله جدا، هي المباراه سهله جدا يا جماعه. وبعدين انت كنادي اهلي عامل فتره اعداد جميله جدا وفتره حلوه، ليه انا استنى اوصل لضربات جزاء واوصل مش عارف اوقات اضافيه والكلام ده كله ليه؟ وبعدين انت يعني انت لا مؤاخذه معاك مهاجم زي حسام حسن، يعني مش عارف انا الانسان ده يعني جات له كورتين في اول مباراه، كان قادر يخلص وكان قادر يشيل الموضوع ده من عند دماغنا. ولكن هي الراجل هنا مفيش تركيز، هنا مفيش خالص، هنا ما مش حاضر خالص هنا. ويوسفني ان اقول لك يعني انت كنادي اهلي لو انت هتلعب الدوري بالطريقه دي، لا مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا مستنيينه يرجع، وكنا بنشتاق ان احنا نشوف النادي الاهلي ده. مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اقسم بالله العظيم ما لعب يعني بشيلين، والله العظيم ما لعب بشيلين.
ويقول لك راجعه موفقه، والله العظيم ولا موفقه ولا نيله، ده كلام انتوا بتضحكوا بيه على نفسكم يا جماعه. وفي حين ان انت برضو بتشجع كاس العالم، فانت مش قادر تنسى، انت مش قادر تنسى الاحداث بتاع كاس العالم والمنتخبات العربيه اللي مشاركه والمنتخبات الاوروبيه وبتاع، وبتشوف متع الكوره وبتاع والكلام ده كله، وانت في وسط الاجواء الجميله دي برضو رايح برضو تشوف برضو النادي الاهلي. فانت يعني انت غايب عن الدوري ليك فتره، وليك شويه بتتفرج على كاس العالم، فكونك ان انت تقلب مره واحده دي برضو صعبه، ومش اي حد يعني يستقبل الموضوع ده. بس احنا برضو عشان بنحب النادي الاهلي، وده النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليه وبنحبه وبنموت في حاجه اسمها النادي الاهلي، فخلاص رايحين نشجع والدنيا حلوه والدنيا جميله. فاحنا بقى نشوف كوره حلوه ونشوف كوره متعه كده وتتمتع كلنا، يا اما بقى يعني ما تصدعوناش بقى، خلينا نشوف كاس العالم ونشوف الناس اللعيبه والناس اللي بتلعب والعرب اللي مشرفنا. وبالمناسبه يعني نحب يعني بنشكر الشعب المغربي فعلا على فوزوا على بلجيكا فعلا، والله العظيم يعني منتخب جميل جدا جدا جدا. ويعني بصراحه يعني هنيئه للشعب المغربي انه معاه يعني منتخب جميل جدا، ومنتخب يعني من قوي 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 جدا. ولكن بقى يعني النادي الاهلي برضو احنا برضو بنبص برضو لمصلحه النادي الاهلي واللعيبه المتخاذله، يعني والله العظيم يا جدعان قسما بالله العظيم يعني رجل المباراه النهارده يعني واحد من ارجل الرجوله فعلا في الملعب النهارده، وانا بشوفه في الملعب يعني رجاله فعلا، هم اتنين، هم كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر. يعني فعلا والله العظيم لو اللعيبه كلها تلعب بنفس الروح بتاع اللعيبه دي، والله العظيم اقسم بالله العظيم يا جماعه خلوا بالكم، النادي الاهلي فعلا يعني فقد حته ان فرق الدوري انها فعلا تنزل مهابه للنادي الاهلي. خلاص احنا فقدنا الموضوع ده. اي حد دلوقتي في الدوري المصري قادر يقول لك ليه انا انزل واكسب الاهلي وممكن اتعادل معاه واعمل ماتش جامد، مع ان الكلام ده ما كانش فيه خالص نهائي. احنا كنا بنشوف فرق الدوري دي كانت بتنزل سواء دوري ولا كاس، قسما بالله هتلاعب النادي الاهلي يبقى خاف على نفسك لانك فعلا هتتخطف. وفعلا النادي الاهلي كان ينزل يقسم بالله يمسك اي حد اي نادي يخطفه. بص تلاقي النادي الاهلي في اول ماتش اللهم صل على النبي هدفين 3. فانت خلاص انت فقدت الثقه دي، وان خلاص بقى يعني لعيبه الدوري كلها وفرق الدوري كلها خلاص قلبها جامد بقى. انا بشوف النادي الاهلي النهارده بيتعادل مع المقاولون العرب وبيكسر الاكسترا تايم والكلام ده كله، لا عادي ما انا ممكن انزل وارقص على نفسي شويه واغلب والدنيا حلوه. ولكن انا النهارده والله العظيم يا جماعه اقسم بالله العظيم انا عايز اقول لك ان انا غفلت قدام المباراه، نمت فعلا مفيش اي حاجه. وسبحان الله ويوم ما اصحى على هدف التعادل لنادي المقاولين العرب. والله العظيم اقسم بالله جيت قالب كده من على المباراه وقلت مش هتفرج خلاص يا باشا، انا هتفرج على كاس العالم وبتاع ومش عارف كان مين بيلعب، وجيت قلبت واتفرجت. اقعد بقى اتابع بقى من بعيد لبعيد كده، انت فاهم. النادي الاهلي برضه هو واحد لعب الاكسترا تايم الاول 1-1، لعب الاكسترا تايم الثاني 1-1. طب ليه ده كل ده؟ ليه ده؟ المقاولين العرب. وشفنا اللعيبه بقى يعني اعداد بقى وراحه بقى وبسم الله ما شاء الله. اللعيبه بقى اللي سافر اللي حج واللي راح عمل عمره واللي مش عارف طلع مصيف واللي مش عارف راح عند ابن عمته واللي راح عند ابن خالته واللي خلاص بقى يا جماعه نرجع بقى ونفوق كده بقى ونلعب الكوره بتاعتنا كده ونخلص الماتش على طول كده وكل ما نقعدش بقى ده هدف اولاني بقى واصبر بقى استنى بقى لما الخصم اللي معايا يتعادل وشغلانه. مش عايزين يا جماعه نخش بقى يعني ضغط بقى والسكر بقى واللي جاي حقن بقى وسبوسين بقى وشغل مش بتاعنا. ما هو انت ما تقنعنيش ان انا في المستوى ده انت هتخش الدوري يعني هتلعب بالمستوى ده انت المفروض بترحب بعودتك بقى، واحنا بنحكم بنشوف عودتك بتبقى عامله ازاي. لكن النادي الاهلي اللي احنا شفناه مع المقاولون العرب النهارده في كاس مصر، والله العظيم ده من النادي الاهلي، والله العظيم ده من النادي الاهلي. وبعدين انك يعني حسام حسن ده انا مش عارف ده هجوم ازاي يا جماعه، يعني انا مش عارف ده هجوم ازاي.
ده احنا بنشوف المهاجمين والله العظيم في اقل فرصه بيحرزوا الاهداف، بيحرزوا هدف واثنين وثلاثه يعني، وده مفيش خالص بلح. وانا والله العظيم مش هطلع اطبل النهارده واجي اقول لك لا ده النادي الاهلي لعب وده النادي الاهلي عمل مباراه جميله وعمل مفيش الكلام ده. ابقى انا كده لا مؤاخذه بطبل، ولا طالع انتقد في حد ولا طالع اروش على حد، بس احنا اللي شايفينه بعيننا قدامنا في الملعب هنقوله، وده ما يزعلش حد. انا راجل بغير عن النادي الاهلي فخلاص، طبيعي لازم نطلع انتقد ده وانتقد ده طالما انت مستواك مش حلو. اكسب يا عم، قسما بالله العظيم هقعد للصبح هبروز لك وهطبل لك واعمل لك اللي انت عايزه طالما بتفيد النادي الاهلي، خلاص شكرا. لكن اللعب النهارده ده اقسم بالله العظيم ده ما لعب. على العموم يا جماعه كنت طالع ادردش معاكم شويه، يلا الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. ربنا يكرم النادي الاهلي باذن الله الفتره الجايه، عنده مباراه يوم الجمعه الجايه، الله ما عارف هيلاعب مين، ولكن ربنا يوفقه. ونتمنى باذن الله ان المباراه دي ما تكونش يعني دليل على انه هيخش الدوري المصري بالصعب، مش عارف ايه ده، ولكن اتمنى فعلا انك انت تخش وتعمل بدايه فعلا موسم رائعه ويعني وتظبط الدنيا، واحنا صابرين وهنشوف يعني مش كده. اما تيجي تفاجئني عوده النادي الاهلي، لما تيجي فاجئني بس واحده مش بالقرف اللي احنا شفناه النهارده ده. اتمنى باذن الله ان النادي الاهلي يفوق كده ويشوف الدوري ده رايح على فين، عشان بصراحه مش هيبقى فيه اعذار تاني، وانا بقول اهو مش هيبقى فيه اعذار تاني، لا ده بقى ولا ده ولا لينا الكلام ده كله. باذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. نشوف بقى يعني، وخليني مره تانية اشكر وابارك لجمهور المغربي على منتخب المغربي على فوزه النهارده على بلجيكا 2-0، وربنا يا رب يوفق العرب كلهم في كاس العالم. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق النادي الاهلي الفتره الجايه باذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.